أهلا ومرحبا بكم في موقع وقناة كيداهم. نقدم لكم اليوم موضوع عن السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله جايب لكم فيديو يعني خفيف كده، مش هياخد مننا وقت كتير. والفيديو إن شاء الله مش هيزيد مدته عن دقيقة ونص بإذن الله. الفكرة كلها إن احنا هنتكلم عن طريقة ممتازة قوي عشان تطول الشعر في وقت قياسي زي ما بيقولوا كده. هتطول لك شعرك، يعني المفروض المعدل الطبيعي كل شهر للشعرايه بيبقى من سنتي لسنتي ونص. ان شاء الله الخلطه دي ومع الممارسه ومع الاستخدام هتبداي تحسي ان الشعرايه بقت تزيد عن السنتي ونص ل 2 سنتي و3 سنتي باذن الله. الفكره كلها احنا محتاجين فلفل اخضر حراق او اللي بيقولوا عليها الشطه الخضراء. ماشي، هنجيب الفلفل الاخضر الحراق ده ونبدا نقطعه. طبعا لو في حد عنده حساسيه من الفلفل الاخضر الحراق ده ممكن نستخدم الفلفل الاخضر العادي اللي هو الحلو. ماشي، هنبدا نقطعه مكعبات كده ونحطه في علبه نظيفه، علبه تكون نظيفه كده، ونبدا نحط فيها مكعبات الفلفل ده. نجيب كمان بقى زيت زيتون ونبدا نصب زيت الزيتون على الفلفل الاخضر ده ونغطي العلبه كويس جدا، ونسيب العلبه متغطيه كده لمده 10 ايام باذن الله. 10 ايام هتفضل متغطيه ومحطوطه في مكان مظلم، يعني في مكان طبعا بعيد عن الاطفال. بعد ال10 ايام هتبداي تصفي الزيت من الفلفل وتستخدمي الزيت ده بانك تبداي تفركي شعرك بيه وتوصليه من جذوره لحتى اطرافه. وان شاء الله هتبداي تحسي بالاختلاف من اول يوم. من اول يوم ازاي؟ من اول يوم بعد ما تحطيه هتحس ان شعرك لمع، تحس ان شعرك كده يعني بقى ليه كده يعني متماسك، شكله كويس. ان شاء الله بعد اول شهر هتحس بالنتيجه وهتشوفي شعرك طول قد ايه. وطبعا بالنسبه للمكونات والمقادير اللي انا قلت لكم عليها دي بتختلف طبعا حسب طول الشعر. تمام، شعرك طويل هتزودي كميه الزيت، عايزه تحط طبعا بزياده بحيث ان الخلطه تفضل معاكي بالشهر والشهرين مفيش اي مشكله. تبداي تحددي المقادير، بدل ما احط مثلا فلفل واحده بس، ثمره واحده، ممكن احط 2 و3 و4 وازود كميه الزيت. بتبقى نسب متناسبه كده بنظرك كده ان شاء الله. لو الفيديو عجبكم طبعا ما تنسوش تدعمونا بلايك، وبرضه اشتركوا معانا في القناه علشان تتابعوا معانا كل جديد بننزله لكم. ولو في اي استفسار عن الخلطه او اي خلطه تانية ممكن تقدموا لنا اقتراحاتكم او استفساراتكم من خلال خانه التعليقات اللي موجوده تحت الفيديو، وان شاء الله هيتم الرد عليكم بعدها على طول. واحنا بقدر الامكان ما بنحاولش نتاخر عن الاسئله اللي بتجيلنا وبنجاوب عليها على طول. شكرا ليكم واستنونا في الجديد. لو الفيديو عجبك ممكن تسجلي اعجاب للفيديو من الزرار ده، وممكن كمان تشتركي معانا في القناة وتتابعي كل جديد يوم بيوم من خلال زر سبسكرايب أو اشتراك. اضغطي عليه وتابعي معانا الجديد يوم بيوم. شكرا للمتابعة وانتظرونا في الجديد.